السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي طلاب الصف الثاني الاعدادي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده يا رجالة عندنا درس مهم جدا وبيجي في الامتحان بشكل متكرر، وهو درس الحال. وده اللي فيه ناس كتير بتتلخبط فيه وبتسأل هو بيجي ازاي وازاي افرقه بكل سهولة. بس ما تقلقش، بعد الفيديو ده يا زميلي هتفهم الحل ببساطة وهتعرف تحدده من أي جملة من غير ما تحتار. يلا بينا نبدأ الدرس ونفهمه بطريقة سهلة وبسيطة. بص يا نجم النجوم، من الآخر كده الحل ده وصف نكرة فاضلة منصوبة بيبين هيئة صاحب الفعل وقت حدوث الفعل. من الآخر بسأل عنه بمين؟ بسأل عنه بكيف. بسأل عنه بإيه؟ بكيف. يعني مثلا المثال الأولاني بيقول إيه؟ ركبت السيارة مسرعا. حط لي كده كيف أول الجملة وقول لي كيف ركبت السيارة. رد عليا وقال لي إيه؟ وقال لي مسرعة. هو ده يا معلم الحال. طب أنا عايز أتأكد، تعالى نرجع للتعريف. قال لي هو وصف نكرة، أفهم من كده إن هو بيجي صفة. طب كلمة مسرعة ده اسم ولا صفة ولا إيه نظامها؟ طبعا صفة. وقال لي كمان بيجي نكرة، مسرعة ما فيهاش ألف ولام وجاية نكرة يا زي الفل. وقال لي كمان برضو بيجي منصوب. كلمة مسرعة لو تاخد بالك في الآخر هنا كده إيه؟ تنوين، منصوب بالفتح، مبين لهيئة صاحبها وقت حدوث الفعل. هو فين صاحب الحال؟ صاحب الحال كلمة السيارة. بين هيئة صاحب الحال ولا لأ؟ بين هيئة صاحب الحال. طالما بين وجاي منصوب وجاي صفة يبقى هو ده الإيه؟ الحال. واوعى تنسى بيجي قبلها صاحب الحال بيكون معرفة، زي كلمة ايه؟ زي كلمة السيارة. نفس الكلام برضو المثال اللي بعده بيقول لك فرحت بالعصفور مغردا. احط برضو كيف واسأل كيف فرحت بالعصفور. رد عليا وقال لي ايه؟ مغردا. طب عايز اتأكد نقول تاني، مغردا صفة وجاية نكرة وجاية منصوبة وصاحب الحال العصفور، والعصفور هنا في ألف ولام يبقى معرفة. الدنيا سهلة خالص اهي. طب عايزين نعرف أي مثال، تعالى يا عم نعرف. لما أجي أقول لك مثلا جاء الطالب مبتسما، تعالى نعرف كده. جاء ده فعل إيه؟ جدع، فعل ماضي مبني على الفتح، والطالب فاعل، والفاعل دايما مرفوع. مرفوع بمين؟ مرفوع بالضمة. ومبتسما هو ده الحال. بسأل عنه بإيه؟ بسأل عنه بكيف. واسأل كده كيف جاء الطالب. رد عليا وقال لي إيه؟ مبتسما. يبقى ده إيه؟ يبقى ده حال، والحال دايما منصوب. طب هنا ده كلمة مفردة تبقى منصوبة بالإيه؟ بالفتح. أظن كده الحال بقى سهل جدا. تعالى بقى يا برنس نشوف أنواعه. قال لي أنواعه دول 6 أنواع. كم نوع؟ 6 أنواع. أول نوع عندنا وهو انقسام الحال إلى منتقلة ولازمة. يبقى بيقول لك إن الحال ينقسم عنده لكام نوع؟ لنوعين، يا إما منتقلة يا إما لازمة. طب إيه المنتقلة وإيه اللازمة دي؟ قال لي المنتقلة هو الذي يفارق فيها الوصف صاحب الحال. يفارق فيها الوصف صاحب إيه؟ صاحب الحال. زي إيه مثلا؟ زي لما أجي أقول لك كده أقبل محمد مسرورا. فين الحال؟ جدع، هتقول لي كلمة مسرورة. هو دايما محمد بيجي مسرور؟ طبعا لا، ممكن محمد يجي مرة مسرور، ممكن يجي مرة حزين، ممكن يجي مرة كده على حسب. يبقى هنا الحال عندي حال متنقل. حال ايه؟ متنقل. زي لما اجي اقول لك مثال تاني، اقبل الضيف مستبشرا. فين الحال؟ هتقول لي الحال عندي مستبشرا. طيب اسأل بقى هنا، هو دايما الضيف بيجي مستبشر؟ طبعا لا، ممكن يجي مستبشر وممكن يجي مش مستبشر. يبقى الحال هنا عندي حال ايه؟ حال متنقلة. زي لما اجي اقول لك مثلا تاني جلس الطلاب منصتين. ركز معايا كده. فين الحال؟ قلنا هسأل عنه بكيف. اسأل كده يا زميلي،
قال لي الحال عندي كلمة منصتين. كيف جلس الطلاب؟ رد عليا وقال لي ايه؟ وقال لي منصتين. طب انا عايز اعرف نوع ايه، هو منتقل ولا لازم؟ شوف يا عم، هو الطلاب دايما بيقعدوا منصتين؟ طبعا لا، ده في طلاب عفاريت ممكن يقعدوا منصتين وممكن يقعدوا يتخانقوا يهزروا بتاع والكلام ده كله. يبقى الحال هنا عندي حال ايه؟ حال متنقل. حال ايه؟ متنقل. طب عايزين نعرف كده. بص يا عم، جلس فعل ايه؟ جدع، فعل ماضي. والطلاب فاعل، والفاعل دايما مرفوع. ومنصتين قلنا حال، والحال دايما منصوب. منصوب بمين هنا يا معلم؟ اوعى تقول لي منصوب بالفتحه، فيه ونون هنا، يبقى منصوب بمين؟ يبقى منصوب بالياء. والحال نوع ايه طبعا؟ هتقول لي الحال متنقله. تعالى كده يا معلم نخش على الايه؟ على اللازمه. قال لي اللازمه دي هو الذي يلازم الوصف بها صاحب الحال. يعني دايما صاحب الحال بيبقى كده. زي المثال ده، ربنا قال في القرآن الكريم، قال وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف. ينفع أنا بقى أقول هو الإنسان ساعات بيبقى ضعيف وساعات بيبقى قوي؟ طبعا لا. ربنا قال وخلق الإنسان ضعيفا. كلمة ضعيفا هنا هي دي الحال. يبقى الحال هنا إيه؟ يبقى الحال لازمة. حال إيه يا معلم؟ حال لازمة، لأن الإنسان دايما ضعيف. نفس الكلام برضه لما أجي أقول دعوت الله سميعا. لما أجي أدعي الدعاء، ربنا طبيعي جدا بيسمعنا. ينفع أقول ربنا ممكن يسمعنا ممكن ما يسمعناش؟ طبعا لأ. يبقى ربنا هنا دايما بيسمعنا. يبقى الحال هنا حال إيه؟ حال لازمة. ناخد كمان مثال. لما أجي أقول مثلا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هادية. فين الحال؟ هتقول لي الحال عندك كلمة هادية. حلو جدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم جاي عشان خاطر يهدي الناس ولا جاي لأغراض تانية؟ طبعا النبي جاي عشان خاطر يهدي الناس. يبقى الحال هنا عندي حال ايه؟ الحال هنا عندي حال لازمة. نخش على النوع اللي بعده. نخش على النوع اللي بعده. النوع اللي بعد كده عندنا اشتقاق الحال وجمودها. يعني حال مشتقة وحال جامدة أو مطئة. المشتقة دي ما كان لفظها وصفا مشتقا مأخوذا من غيره. يعني مثلا ممكن يكون مأخوذ من فعل، زي لما اجي اقول لك حضر القائد راكبا. فين الحال؟ هتقول لي الحال عندك كلمة راكبا. حلو جدا. راكبا دي بيجي منها فعل ولا ما بيجيش؟ بيجي منها الفعل راكبا. طالما بيجي من فعل يبقى الحال هنا عندي حال ايه؟ حال مشتق. زي لما اجي اقول لك تاني احب الطالب مجتهدا. فين الحال؟ هسأل عنه بكيف. كيف تحب الطالب؟ رد عليا وقال لي ايه؟ قال لي مجتهدا. حلو جدا. مجتهدا دي يا معلم بيجي منها فعل ولا ما بيجيش؟ بيجي منها الفعل اجتهد. حلو. طالما بيجي منها الفعل اعرف ان هو حال ايه؟ جدع، حال مشتقة. حال ايه؟ مشتقة. طب عايزين نعرف يا عم. تعالى يا عم نعرف. احب فعل ايه؟ جدع، احب فعل مضارع. ما جاش قبله لا نصب ولا جزم، يبقى فعل مضارع مرفوع. مرفوع بمين؟ مرفوع بالضمة. والطالب يا حاج، قال الطالب فاعل، والفاعل دايما مرفوع. مرفوع بمين؟ مرفوع بالضم. وقلنا مجتهدا ايه؟ حال. والحال دايما منصوب. منصوب بمين يابا؟ قال لي منصوب بالفتحة. صعبة. نخش على النوع اللي بعده. النوع اللي بعده قال لي اسم جامد. يعني ايه اسم جامد؟ قال لي ما كان لفظها اسما جامدا موصوفا بمشتق. زي ايه؟ مش فاهم. تعال ناخد مثال. لما اجي اقول لك فتمثل لها بشرا سوية. فين الحال؟ اوعى تقول لي سوية، غلط. اسأل عنه بكيف. اوعى تتسرع. كيف تمثل لها؟ رد عليا وقال لي بشرا ايه؟ بشرا سوية. طب كلمة بشرا دي بيجي منها فعل. يعني ينفع مثلا اقول بشرة وبشرة دي فعل بشرا؟ طبعا غلط. بشرا ما بيجيش منها فعل.
طالما ما بيجيش منها فعل ولا بيجي منها اي حاجة، هتبقى حال ايه؟ حال جامدة. حال ايه؟ حال جامدة. ناخد كمان مثال. ربنا قال في القرآن الكريم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فين الحال؟ هسأل الأول عنه بكيف. كيف أنزلناه؟ رد عليا وقال لي إيه؟ قرآنا عربيا. يبقى قرآنا دي إعرابها إيه؟ إعرابها حال. حلو جدا. قرآنا ينفع أجيب منها فعل؟ اوعى تقول لي قرأ. قرأ ده المصدر بتاعه قراءة مش قرآن. يبقى الحال هنا حال إيه؟ حال جامدة أو موطئة. اوعى تنسى. ماشي يا معلم؟ نخش على النوع التالت. النوع التالت عندي بيقول ايه؟ الحال باعتبار زمن حصولها. اول ما تشوف حاجة فيها زمن، اعرف ان الزمن 3 انواع: يا اما مقارنة، يا اما مقدرة، يا اما محكية. المقارنة بيكون زمن الوصف بها متفق مع زمن حدوث عاملها، واقول لك يعني ايه دلوقتي. والمقدرة بيبقى زمن الوصف بها متأخر عن زمن حدوث عاملها. والمحكية بيبقى زمن الوصف بها متقدم عن زمن حدوث ايه؟ عاملها. يعني ايه يا عم؟ مش فاهم حاجة. بص يا عم، احنا قلنا عندنا رقم واحد حال مقارنة، والمقارنة دي قلنا بيبقى الزمن فيها متفق مع زمن حدوث الفعل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لما اجي اقول لك جلس الطلاب منصتين، فين الحال يا معلم؟ هتقول لي كلمة منصتين. حلو جدا. هسألك سؤال بقى هنا. هو الطلاب دايما بيبقوا منصتين، ولا هم كانوا منصتين وقت الجلوس؟ جدع، كانوا منصتين وقت الايه؟ وقت الجلوس. يبقى الحال هنا وافق الزمن ولا ما وافقش؟ وافق الزمن. ناخد كمان مثال. لما اجي اقول لك تاني: يشرح المعلم نشيطا، فين الحال؟ هتقول لي كلمة نشيطا. حلو جدا. هو المعلم دايما بيبقى نشيط، ولا وقت الشرح بس اللي كان نشيط؟ جدع، وقت الشرح بس هو اللي كان نشيط. يبقى الزمن اتفق معاه ولا ما اتفقش؟ اتفق. يبقى الحال هنا نوع ايه؟ حال مقارنة. نخش يا معلم على النوع التاني، حال مقدرة. قلنا المقدرة بيكون الزمن بها متأخر. يعني ايه متأخر؟ يعني حاجة لسه ما حصلتش. زي المثال ده، لما اجي اقول لك مثلا ادخلوها خالدين، فين الحال؟ جدع، هتقول لي كلمة خالدين. مية مية. هو احنا بنخش الجنة الأول إن شاء الله بإذن الله؟ يعني بنخش الجنة الأول وبعد كده نخلد فيها، ولا بنخلد وبعد كده بنخش الجنة؟ لا، بنخش الجنة وبعد كده بنخلد فيها. الحال هنا عندي حصل ولا لسه هيحصل؟ لا، ده لسه هيحصل. يبقى الحال هنا عندي حال ايه؟ حال مقدرة. حال ايه؟ حال مقدرة. ناخد كمان مثال. أؤدي الامتحان ناجحا، فين الحال؟ جدع، كلمة ناجح. مية مية. هو الحال هنا حصل ولا لسه هيحصل؟ لا، لسه هيحصل. أنا بخش الامتحان وبعد كده بقى بستنى النتيجة. يبقى النجاح هنا عندي إيه؟ مقدرة. حلو جدا. نخش على النوع اللي بعده واللي هو المحكية. وقلنا المحكية دي بيبقى الزمن فيها متقدم. الزمن فيها ايه؟ متقدم. يعني بيكون حصل. زي لما اجي اقول لك مثلا نجحت في الامتحان مذاكرا، فين الحال؟ جدع، الحال عندي كلمة مذاكرا. طب انا عندي الحال ده حصل قبل كده ولا لسه هيحصل؟ لا، ده حصل من بدري. هو انا بخش الامتحان وبعد كده اذاكر، ولا بذاكر وبعد كده اخش الامتحان؟ بنذاكر الاول وبعد كده بنخش الامتحان. يبقى الحال هنا عندي متقدم ولا لا؟ الحال هنا عندي
متقدم، حاجة حصلت، يبقى نوعه ايه؟ نوعه حال محكية. حال ايه؟ محكية. ناخد كمان مثال. لما اجي اقول لك انتصرت في المعركة مقاتلا، فين الحال؟ جدع، هتقول لي كلمة مقاتلا. وهنا يا عم هسألك، هو احنا بنخش المعركة وبننتصر ولا بنقاتل في المعركة وبعد كده ننتصر؟ لا، بنقاتل الأول. يبقى الحال هنا حال ايه؟ حال محكية. نخش على النوع اللي بعد كده، إفراد الحال وتعددها مع صاحبها. أول ما تشوف مفرد ومتعدد والقصة دي، اعرف إن في 3 أنواع. تعرف إن في كام نوع؟ 3 أنواع. يا إما مفرد لمفرد، أو متعدد لمفرد، أو متعدد لمتعدد. ناخد أمثلة ونشوف. ركز معايا. احنا قلنا يا معلم كام نوع؟ 3 أنواع. يا إما مفرد لمفرد، يا إما مفرد لمتعدد، أو متعدد لمتعدد. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهمين. بص يا عم، المفرد لمفرد ده يعني الحال نفسه بيجي كلمة وصاحب الحال بيجي كلمة. زي ايه؟ مش فاهم. ناخد مثال. لما اجي اقول لك جاء الطالب مبتسما، فين الحال يا معلم؟ الحال عندي كلمة مبتسما. حلو أوي. كلمة ولا كلمتين؟ كلمة، يبقى حال مفرد. فين صاحب الحال؟ الطالب. كلمة ولا كلمتين؟ كلمة، يبقى حال ايه؟ مفرد. الحال مفرد وصاحب الحال مفرد، يبقى نوع الحال عندي مفرد لإيه؟ مفرد لمفرد. ناخد كمان مثال. جلس الطلاب هادئين، فين الحال؟ هتقول لي كلمة هادئين. مية مية. كلمة ولا كلمتين؟ كلمة، يعني مفرد. فين صاحب الحال؟ الطلاب. كلمة ولا كلمتين؟ كلمة، يعني مفرد. الحال مفرد، صاحب الحال مفرد، يبقى الحال نوعه ايه؟ مفرد لمفرد. نيجي للنوع التاني اللي هو متعدد لمفرد، وده بيكون الحال نفسه كلمتين وبيكون صاحب الحال كلمة واحدة. زي ايه؟ جاء الولد فرحا مسرورا، فين الحال يا معلم؟ هتقول لي كلمة فرحا. طيب في تاني؟ في تاني. وفي مسرورا. انا عندي الحال كام كلمة؟ كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. طالما كلمتين يبقى مفرد ولا متعدد؟ متعدد. هنخش على صاحب الحال. فين صاحب الحال؟ هتقول لي كلمة الولد. كلمة ولا كلمتين؟ كلمة، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا مفرد. الحال عندي متعدد، صاحب الحال مفرد، يبقى نوع الحال ايه؟ متعدد لمفرد. ناخد كمان مثال. لما اجي اقول لك اقبل الطلاب مستبشرين نشيطين، تعالى يا معلم قول لي فين الحال. هتقول لي الحال كلمة مستبشرين. حلو جدا. بس كده؟ لا، في تاني. هتقول لي كلمة نشيطين. حلو. الحال كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين، يبقى متعدد. فين صاحب الحال؟ هتقول لي الطلاب. كلمة ولا كلمتين؟ كلمة، يبقى مفرد. يبقى النوع عندنا متعدد لإيه؟ متعدد لمفرد. نخش على النوع التالت اللي هو متعدد لمتعدد. زي ايه؟ زي لما اجي اقول لك مثلا قابل احمد محمد فرحا مسرورا، فين الحال؟ هتقول لي الحال فرحا. بس كده؟ لا، ومسرورا. حلو قوي. كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين، يبقى متعدد. فين صاحب الحال؟ احمد. ومين تاني؟ ومحمد. كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين، يبقى متعدد. الحال متعدد وصاحب الحال متعدد، يبقى نوع الحال ايه؟ متعدد لمتعدد. ناخد كمان مثال. لما اجي اقول لك قابلت سعاد
فرحا مسرورة. قابل فعل ايه؟ قابل فعل ماضي، مية مية. والتاء تاء الفاعل، وسعاد مفعول به، وفرحا ده حال أول، ومسرورة حال ثاني. حلو أوي. تعالى يا معلم قول لي فين الحال، هتقول لي فرحة. فين تاني؟ هتقول لي مسرورة. حلو أوي. الحال عندي كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. يبقى نوعه ايه؟ يبقى نوعه متعدد. فين صاحب الحال؟ سعاد. طيب في تاني؟ في تاني. تاء الفاعل، اوعى تنساها. في كده هنا اتنين صحاب حال اهو. صاحب الحال عندي ايه؟ يبقى متعدد. الحال متعدد وصاحب الحال متعدد، يبقى متعدد لمين؟ يبقى متعدد لمين؟ لمتعدد. نخش على النوع اللي بعده الحال المؤسسة والمؤكدة. ايه يا عم الكلام ده؟ بص يا عم، قال لي الحال المؤسسة دي تفيد معنى جديد لم تسبق الإشارة إليه قبل التلفظ بها. زي لما أجي أقول لك حضر القائد راكبا. لو إحنا شلنا كلمة راكبا وقلت لك حضر القائد، هتعرف تجيب أنت الكلمة اللي بعدها؟ يعني هتعرف إن أنا هقول راكبا؟ لا مش هتعرف. ممكن أقول لك راكبا، ممكن أقول لك ماشيا، ممكن أقول لك مبتسما. بجيب الحال حاجة جديدة ما بتخطرش على بال أي حد. زي لما أجي أقول لك حضر القائد وإيه؟ حضر القائد راكبا. أو يقف الحارس متيقظا. ممكن أجيب كذا كلمة غير كلمة متيقظا. يبقى الحال هنا عندي حال مؤسسة. يعني إيه مؤسسة؟ يعني أفاد معنى جديد. أفاد معنى إيه؟ أفاد معنى جديد. طيب إيه بقى الحال المؤكدة دي؟ الحال المؤكدة كم نوع يا عم؟ قال لي 3 أنواع. عندنا أول نوع مؤكدة لعاملها، أو مؤكدة لصاحبها، أو مؤكدة لمضمون إيه؟ لمضمون الجملة. تعالى كده أقول لك إزاي تفرق بين التلاتة دول. فاكر المفعول المطلق؟ لما كنا بنقول المفعول بيجي من الفعل، زي نجح الولد نجاحا. نجاحا هنا مفعول مطلق. إيه اللي عرفني؟ جاي من الفعل إيه؟ من الفعل نجح. نفس الكلام هنا برضو في الإيه؟ في الحال. زي لما أجي أقول لك مثلا وأرسلناك للناس رسولا. شفت كلمة رسولة؟ رسولة دي هي الحال، جاية من الفعل أرسلة، صح ولا لأ؟ طالما جاية من الفعل أرسلة، يبقى هو هنا أكد للعامل. أكد للإيه؟ ما الفعل ده خلي بالك اسمه عامل. أكد الفعل بكلمة إيه؟ بكلمة رسولة. أفهم من كده إن الحال هنا حال إيه؟ مؤكدة، ومؤكدة لإيه؟ لعاملها. ناخد النوع التاني اللي هو مؤكد لصاحبها. وده لما يكون المثال كده: حضر الطلاب كلهم جميعا. فين الحال؟ الحال عندنا كلمة جميعا، مية مية. هو كان ممكن يقول لي حضر الطلاب كلهم ويسكت، صح؟ بس هو هنا أكد عليا بكلمة جميعا، وأكده لمين؟ وأكده لصاحبها اللي هي مين؟ الطلاب. يبقى أول ما ألمح كلمة جميعا أو أي تأكيد زي كده، أعرف إن الحال هنا حال مؤكدة لإيه؟ لصاحبها. نخش على النوع الثالث، وده مؤكد لمضمون الجملة. زي لما أجي أقول لك علي أستاذك ناصحا. هنقسم الجملة دي لاتنين: علي أستاذك وكلمة ناصحا. والأستاذ وظيفته إيه؟ وظيفته إن هو يشرح للطلاب، وإنه برضو ينصح الطلاب. هنا قال لي علي أستاذك، وذكر لي وظيفة من الوظائف بتاعته اللي هي النصح. مش المدرس بينصح الطلاب وبيشرح الطلاب؟ طبعا. طالما ذكر لي حاجة من وظائف المعلم، افهم من كده ان هو اكد عليا بمضمون الجمله اللي هي علي ايه؟ علي استاذك. وهنا ليه قلنا مضمون الجمله؟ لان الحال نفسه مفهوم من مضمون الايه؟ مضمون الجمله. وزي باقي الامثله،
سعد أبوك عطوفا، وأنت الرجل فارسا، وأنت صديقي مواسيا. وزي ما قلنا في أول جملة، علي أستاذك إيه؟ ناصحا. نخش على النوع اللي بعد كده، هو الحال المفرد وغير المفرد. وده يا معلم انت خدته في الترم الأول في أنواع الخبر. كان عندي أنواع الخبر، كان مفرد وغير مفرد، صح؟ وكنا بنقول إن المفرد ما كان كلمة، والغير مفرد يا إما جملة يا إما شبه جملة. نفس الكلام في الحال، عندك مفرد يا معلم وعندك غير مفرد. المفرد عندي ما كان كلمة واحدة، وغير المفرد يا إما جملة يا إما إيه؟ شبه جملة. كم نوع يا معلم؟ نوعين، مفرد وغير مفرد. المفرد ما كان كلمة واحدة، وغير المفرد نوعين اتنين، يا إما جملة يا إما شبه جملة. والجملة عندي كام نوع؟ والجملة عندنا نوعين، يا إما جملة اسمية يا إما جملة فعلية. وشبه الجملة كام نوع؟ نوعين، يا إما ظرف يا إما جار ومجرور. تعالى بقى ناخد أول حاجة اللي هو النوع الإيه؟ النوع المفرد. وقلنا المفرد ما كان كلمة إيه؟ ما كان كلمة واحدة. زي إيه يا عم؟ زي لما أجي أقول لك جاء الطالب مبتسما. فين الحال؟ هتقول لي كلمة مبتسما. كلمة ولا كلمتين؟ كلمة. طالما كلمة يبقى حال ايه؟ يبقى حال مفرد. حال ايه؟ مفرد. ناخد كمان مثال، لما اجي اقول لك جلس الطلاب هادئين. فين الحال؟ هادئين. كلمة ولا كلمتين؟ كلمة. طالما كلمة يبقى حال ايه؟ يبقى حال مفرد. نخش على النوع التاني اللي هو غير المفرد. كم نوع يا معلم؟ نوعين اتنين، يا اما اسمية يا اما فعلية. ناخد اول نوع اللي هي الجملة الاسمية. لما اجي اقول لك جاء الطالب وهو مبتسم. فين الحال يا معلم؟ الحال عندي وهو مبتسم. مية مية. كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. أول كلمة اسم ولا فعل؟ اسم. طالما اسم يبقى حال جملة إيه؟ حال جملة اسمية. تعالى ناخد مثال على الجملة الفعلية. جاء الطالب يمشي. بص يا معلم، جاء الطالب يمشي. فين الحال؟ جدع. الحال كلمة يمشي. مية مية. كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. طب فين الكلمة التانية يا مستر؟ مش ده فعل، والفعل لازم يجي معاه فاعل. طب يمشي، مين اللي هيمشي؟ يمشي هو. حلو أوي. كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. أول كلمة اسم ولا فعل؟ فعل. طالما فعل يبقى حال جملة إيه؟ حال جملة فعلية. ناخد بقى كمان مثال وتقول لي إيه هي، اسمية ولا فعلية. أبصرت الطائر يغرد. قول لي يا معلم فين الحال؟ هتقول لي الحال كلمة يغرد. كيف أبصرت الطائر؟ رد عليا وقال لي يغرد. كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. واوعى تنسى يغرد هو. ادي أول كلمة وتاني كلمة. الكلمة الأولانية اسم ولا فعل؟ فعل. طالما فعل يبقى حال جملة إيه؟ حال جملة فعلية. طب يا مستر عايزين نعرف الجملة دي. أعرفها لك يا عم، ركز معايا. أبصر فعل إيه؟ قال لي أبصر فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، والطائر مفعول به، والمفعول به دايما منصوب. منصوب بمين يا عم؟ قال لي منصوب بالفتح. حلو قوي. ويغرد فعل مضارع مرفوع بمين؟ مرفوع بالضمة. حلو قوي.
والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره هو. حلو قوي. فين الحال؟ قال لي ما احنا في الاخر بنقول جملة كده اوعى تنساها. هنا الحال جملة فعلية صح؟ هقول له والجملة الفعلية ها في محل، اوعى تنسى، نصب مين؟ في محل نصب حال. نخش على النوع اللي بعد كده، وده كان يا صديقي حال شبه جملة. وشبه الجملة عندي كام نوع؟ نوعين، يا إما ظرف يا إما جار ومجرور. الظرف عندي زي إيه؟ زي لما أجي أقول لك مثلا رأيت العصفورة فوق الشجرة. تعالى كده يا معلم قول لي فين الحال. هتقول لي كيف رأيت العصفور؟ رد عليا وقال لي فوق الإيه؟ فوق الشجرة. كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. أول كلمة اسم ولا فعل ولا ظرف؟ ظرف. طالما ظرف يبقى حال عندي حال شبه إيه؟ حال شبه جملة. ناخد مثال على الجار والمجرور. لما أجي أقول لك رأيت أحمد في المسجد، هسألك وأقول لك كيف رأيت أحمد؟ رد عليا وقال لي فين؟ في المسجد. كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. أول كلمة اسم ولا فعل ولا ظرف ولا حرف؟ حرف. طالما حرف يبقى جار ومجرور، يعني الحال نوعه إيه؟ حال شبه جملة. طب عايزين نعرب يا مستر؟ نعرب يا حبيبي. را فعل إيه يا حبيبي؟ را فعل ماضي، وتاء تاء الفاعل، وأحمد مفعول به. والمفعول به دايما منصوب. منصوب بمين؟ بالفتح. في حرف ايه؟ في حرف جر. والمسجد اسم مجرور بمين؟ مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة. فين الحال يا عم؟ اوعى تنسى الجملة جر ومجرور يعني شبه جملة. اقول له وشبه الجملة في محل نصب حال. وبكده يا أبطال نكون خلصنا درس الحال. ولو انت وصلت لهنا فانت كده بقيت تقيل في الدرس ومفيش منك اتنين، وبإذن الله مفيش سؤال هيقف قدامك. ما تنساش بقى يا نجم تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان نكمل مع بعض. ولو في أي حاجة وقفت معاك سيبها في الكومنتات وأنا معاكم، ما تقلقش من أي حاجة خالص. أشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.